شباب، رجعنا لكم واحنا معانا دلوقتي فنان احمد بيرو. وهو يمكن مهتم بشيء حلو ومهتم بشيء يمكن ناس كتير مننا نسيوه، وناس من الجيل الجديد والاطفال يمكن ما يشوفوش المنظر ده. هو فكره الجنيه المصري، الورق اللي احنا عارفينه، يعني مش هنرجع ورا. وهو يمكن على لوحه خشبيه متر في مترين تقريبا رسم الجنيه المصري وبقى اكبر جنيه مصري على مستوى العالم. فاحنا هنشوف مع بعض الصور وهنفهم مع بعض اكتر من احمد هو ليه عمل كده. ازيك يا محمد؟ منور. اهلا بيك. خلينا نبدا الاول، انت ليه عملت كده؟ يعني ليه قررت ترسم الجنيه كبير؟ هو طبعا الفكره جات لي، واحد الجنيه المصري بيعمل عمليه دعم للسياحه المصريه. مش هو بس، كل العمله المصريه عامه بتعمل ترويج للسياحه. الحاجه الثانيه ان من حوالي 3 اشهر ابتدى يوقفوا التعامل بالجنيه الورق، فاتاثرت جدا بالموضوع، فقررت ان انا اعمل لوحه تبقى احتكاك مباشر بالناس. اتأثرت ليه؟ ما الناس عادي يعني بدل الورق بقى فيه الكوين وخلاص. اكيد احنا جيل برضه بيحمل ليه ذكريات كويسه للجنيه ده بالذات، لان هو ده الجنيه اللي احنا عشناه وشفناه، وغير كده هو العمله الرسميه لمصر. فابتديت ان انا اتفاعل مع العمل ده، ان انا ارسم جنيه كبير في الحجم يعني. طب انا عايز اعرف مين اللي وقف التعامل بجنيه؟ لان هو رسميا المفروض لسه ما فيش مشكله، بس هل وانت بتتعامل بيه دلوقتي ما بقاش حد ياخده؟ لا، ابتدى الناس يعني يقولوا ان ده يعني ما بيتصرفش او ما بيمشيش. فابتدى طبعا يوقف التعامل بيه ويحل محله الجنيه المعدني. فقررت ان انا اشارك في معرض اسمه صالون الشباب، واشارك بالعمل الفني اللي هو الجنيه المصري. طب تعالى عايزين نشوف الصور الاول ونفرج الناس عليها، يمكن عشان نبتدي برضو تشرح لنا اكتر الفكره نفسها. وهو موجود فين دلوقتي؟ هو ده. احكي لي بقى، التعامل الوانه مختلفه شويه ولا ايه؟ الالوان مختلفه سنه عشان الاضاءه، بس هو الجنيه بكل تفاصيله. الناس اتفاجئت ان الجنيه فيه تفاصيل كتير ما كانتش بتاخد بالها منه. غير ان كمان في اماكن سياحيه بتتحط على الكوين المصريه العمله. فدي كانت حاجه برضو مهمه كتير للناس، ان هي خدت بالها ان دي حاجه يعني تخلد الجنيه المصري، ودي حاجه كويسه للمصريين يعني. طب خلينا الاول، انا عايز افكر الناس بالجنيه، انا معايا الجنيه اهو يا شباب، عشان بس اللي ابتدى ينسانا على الجنيه ده. زمان ليه معايا ذكريات رائعه بصراحه. يعني كنت زمان في الدروس، المدرسين اللي كنت باخد معاهم درس خصوصي بصراحه مش في المدرسه، لو كنت عملت حاجه يكتب لك عليه اهداء وبتاع. فانا الحمد لله عندي حبه منه. خليني اثبت لكم ادي الجنيه. هو طبعا يعني اكيد الناس لسه بتشوفه، او زي ما انت بتقول، بس انا اعرف جيل دلوقتي، في جيل دلوقتي ما مش هيفتكروا، او عقبال لما واعي هيبقى عارف الكوين الجنيه. حاجات كتير قوي بتتغير. ايه اللي احنا مش واخدين بالنا منه في الجنيه؟ انت قلت في حاجات كتيره ما بناخدش بالنا منها. يعني مثلا بيتكتب المكان اللي فيه المحطوط عليه الصوره، اللي هو مسجد قايباي، مكتوب التاريخ بتاعه. في معبد ورا، هو مشترك ما بين الفن الاسلامي والفرعوني. كان الفتره اللي فاتت في عملات اتلغت زي ال 25 قرش وال 50 قرش، ومؤخرا الجنيه، وحاليا بيستعدوا لل 5 جنيه كمان. فدي طبعا يعني حاجه تقلل الدعم السياحي لمصر، لان الكوين السياح لما بياخدوه بيحتفظوا بيه كتذكار، وبالتالي بيسالوا الاماكن دي فين، فبيبداوا ان هم يروحوها. الحاجه انت واخدها من معتبر ان الورقه دي فيها اماكن سياحيه، وبالتالي ينفع تبقى تذكار، لكن الكوين هيبقى عليه مثلا زي الجنيه دلوقتي عليه وش توت عنخ امون او توت عنخ امون، وبالتالي خلاص بقى يعني بقى فكره اكتر من هي اماكن سياحيه، وفي اكتر من طريقه ممكن تعملها يعني. بالظبط كده. وعلى مدار السنين الجنيه ابتدى يفقد قيمته، فدي طبعا حاجه تحزني كمصري، ان الجنيه ده رمز لينا، مش مجرد عمله. ده العمله الرسميه لينا كمصريين. فابتديت ادرس تاريخ الجنيه من اول ما ظهر لحد دلوقتي. ابتديت ارسم الجنيه ده بجميع مراحله. وبحضر ما تحكي لنا عن مراحله شويه، يعني احكي لي الجنيه بدا من امتى ووصل لفين، وايه اهم المراحل اللي عدى فيها الجنيه؟ هو اول جنيه كان 1899. السلطان فؤاد عمل جنيه مرسوم عليه جمالين، وكان اول اصدار للبنك الاهلي المصري. ابتدى بعد كده يتحرك لمراحل. كان قيمه الجنيه في الوقت ده حوالي 5 دولار او 4 دولار، فكانت قيمته كبيره، يعني الجنيه يساوي 4 دولار. كان الجنيه بجنيه ذهب زمان، يعني كان جنيه مصري بجنيه ذهب، ده اللي انا اسمعه يعني.
ابتدت يتغير شكله. في قصة شهيرة للملك فؤاد. في ظهر الجنيه، أول وجه يترسم على الجنيه المصري كان وجه عم إدريس. ده أول وجه شخص يعني؟ أول وجه شخص. قصة عم إدريس إن كان حارس لإحدى الجناين، فنام وحلم إن فؤاد هيبقى ملك البلاد دي اللي هي مصر والسودان يعني. فحكى الحلم للملك وقال له انت هتبقى ملك في يوم من الايام. فقال له عم ادريس انا هحط صورتك على الجنيه لو فعلا بقيت ملك. ومن هنا لحد ما يعني البشرة دي تتحقق انا هخصم منك عشان انت نمت اثناء الحراسة بتاعتك. ففعلا بقى الملك فؤاد وحط صورته، والشعب المصري اطلق على الجنيه ده الجنيه الفلاح عم ادريس. بعد كده اتحرك الجنيه لكذا شكل لحد ما وصل للشكل الحالي اللي هو موجود. ده كان في عهد انور السادات، غير شكله، غير حاجات بسيطه فيه، وضاف ليه بعض الزخارف الاسلاميه الموجوده ناحيه الجامع. وبس يعني هو من 1900 تقريبا 68 يعني بقى له 55 سنه تقريبا يعني. أنا عايز أعرف منك دلوقتي أنت يعني هل شغلك بشكل عام إيه أنواع الفن اللي أنت بترسمه؟ هل أنت عايز تتخصص في فكرة العملات ولا ده بس مرحلة أو فكرة؟ لا، أنا فنان تشكيلي، بعمل معارض فن تشكيلية وبصور تصوير فوتوغرافي. فكرة الجنيه دي أول ما بس كانت فيها نوع من انواع التاثر شويه بشيء غالي عليا اللي هو الجنيه الواق. حسيت ان لازم الفت انتباه الناس ان العمله دي ليها حس قومي ووطني، وان لما تقف على قدام جنيه حجمه كبير هتستعيد ذكريات كتير خاصه بالجنيه ده. فدي كانت الفكره اللي انا طرحتها في صالون الشباب، والحمد لله انها اتعرضت يعني. انت قابلت وزير الثقافه، هو اللي احنا شفنا الصوره معاه لما كان بيتفرج على الجنيه. عايز اعرف المقابله كانت عامله ازاي وتعليقه على الجنيه كان ايه؟ هو سالني الاول اشمعنى الجنيه، فحكيت له على القصه ان انا احتكيت بناس بالجنيه وكده، وحكيت له عن في سنه 2003 قصه تعويم الجنيه المصري، وان ازاي الشعب المصري كان الجنيه الدولار ب 3 جنيه ونص، وفجأة تاني يوم صحي يلاقي الدولار وصل لحد 7 جنيه. فكانت برضه دي من ضمن الحاجات اللي انا اثرت فيها جامد، ان الجنيه بينهار في الفتره الاقتصاديه اللي احنا عايشين فيها. فحاولت ان انا اعمل حاجه يعني تخلد ذكرى الجنيه، وحاجه تنبه الحكومه ان العمله الورقيه ده الجنيه بالنسبه كمان للفقير حاجه كبيره جدا. ان دي حاجه يعني لازم نبص لها كلنا كمصريين يعني. هتعمل ايه الفتره اللي جايه؟ يعني انت بتحضر لايه دلوقتي؟ بحضر لجداريه كبيره يعني هتعدي ال 4 متر للجنيه ده. بحضر لمعرض في 5/1 باذن الله لمراحل الجنيه، وبحضر لفيلم صغير هعمل فيه كاركتر لجنيه بيحكي قصه حياته وبيحكي عن اجداده لبقيه الفئات. يعني هم بيقولوا له انت جنيه فانت ايه قيمتك، فهو بيقول لهم لا ده انا قيمتي كبيره جدا من ايام جدودي، وهيحكي لهم من ايام السلطان فؤاد. تمام. وده هتبقى اخر عمل للعمله ولا ناوي تفكر في حاجات تانية على حسب؟ يعني ربنا يسهل ما ياخدوش ال 5 جنيه ونعمل لها انت خايف يكون الدور الجاي على 5 جنيه يبقى في قعده ل 5 جنيه. دي اولا انا يعني الشخص لما بيسافر بره اول حاجه بياخدوها منه تذكار عمله بلده. صح. فاكيد هي حاجه غاليه علينا كلنا ولازم نحافظ عليها، لان دي زي ما قلت لحضرتك حاجه قوميه وطنيه لازم نحافظ عليها يعني. بيرو بشكرك جدا انك كنت موجود معانا، اتمنى لك ان شاء الله التوفيق في المعرض اللي جاي باذن الله. شباب في حاجات بسيطه جدا على فكره احنا بس مش بناخد بالنا من قيمتها. خلينا هنطلع دلوقتي فقره مسجله هنشوف تسريحات او موضه تسريحات الشعر ونرجع نكمل فقراتنا. خليكم معانا.